أهلا بيكم. يا ترى عمرنا فكرنا إزاي في ناس بتعرف تتعامل مع طلعات ونزلات الحياة بهدوء وحكمة كده كأنهم مستثمرين محترفين؟ في تحليل النهاردة هنكتشف إزاي ممكن نطبق عقلية المستثمر مش بس في شغلنا أو فلوسنا، لأ في حياتنا كلها عشان تبقى أنجح وأهدى. خلينا نبدأ بمقولة هي اللي بتلخص كل حاجة: الحياة تشبه سوق الأسهم، سلسلة من التقلبات، لكن المهم في الآخر هو الاتجاه العام. التشبيه ده بالذات هو مفتاح كل اللي هنتكلم فيه. ببساطة لأن رحلة حياتنا زيها زي الأسواق المالية، عمرها ما كانت خط مستقيم. والمقارنة دي بتوضح الفكرة قوي. بصوا، في السوق في تقلبات أسعار، هبوط مفاجئ وتصحيحات، وفي حياتنا في انتكاسات، تحديات وأحداث مش متوقعينها خالص، كأنهم بالظبط واجهين لنفس العملة، عملة التقلب. وأول ما بنستوعب التشابه ده بنبدأ نشوف الأمور بمنظور مختلف تماماً. وده بقى اللي بياخدنا لأول نقطة أساسية: لازم نتقبل إن الحياة فعلا تشبه سوق الأسهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن الصعود والهبوط مش حاجة غريبة بتحصل، لأ، دي هي القاعدة. لازم نبقى متوقعين إن في تقلبات وهتحصل، ده جزء طبيعي من الرحلة، مش معناه إن في حاجة غلط. وهنا بقى تيجي نقطة مهمة جدا: الوقعات المؤقتة اللي بنمر بيها مش دليل فشل خالص، بالعكس دي جزء منطقي وطبيعي من أي عملية نمو. بالظبط زي ما السوق بيحتاج يصحح مساره عشان ياخد نفسه ويكمل طلوع، إحنا كمان بنحتاج المحطات دي عشان نرجع أقوى. طيب لو التقلبات دي جزء طبيعي من اللعبة، هنتعامل معاها إزاي؟ هنا بقى بتبدأ المعركة الحقيقية، وهي معركة نفسية جوه عقل كل واحد فينا. رد فعلنا هو اللي بيحدد كل حاجة، وده بيعتمد على إحنا بنفكر بعقلية مين، المبتدئ اللي بيتوتر بسرعة ولا المحترف اللي بيفكر بهدوء. والشريحة دي بتلخص الفرق الشاسع بينهم. فكروا فيها كده: المبتدئ ده عاطفي، أي حاجة بتحصل بتخليه ياخد رد فعل متسرع، مرعوب من فكرة الخسارة، ودايما بيدور على ضمانات ويقين. أما بقى المحترف ده حكاية تانية خالص، منضبط، تحليلي، متقبل فكرة إن المخاطرة جزء من اللعبة، والأهم من كل ده بيفكر بمنطق الاحتمالات مش اليقين المطلق. وهنا يجي السؤال المهم اللي كلنا محتاجين نسأله لنفسنا بمنتهى الصراحة: في الأوقات الصعبة، وقت الضغط وعدم اليقين، أي عقلية من دول هي اللي بتسيطر؟ الإجابة الصادقة على السؤال ده هي أول خطوة حقيقية للتغيير. والخبر الكويس إنه لو الإجابة كانت عقلية المبتدئ فدي مش نهاية الدنيا. في استراتيجيات عملية واضحة ممكن نتعلمها عشان نتحول لعقلية المحترف، وده بالظبط اللي بيقدمه كتاب التداول في المنطقة أو Trading in the Zone لمارك دوغلاس، اللي بيعتبره كتير الدليل العملي للمحترفين عشان يسيطروا على عقليتهم. الهدف النهائي للمحترفين هو الوصول لحالة اسمها المنطقة أو The Zone. فكروا فيها كده زي لما لاعب رياضي يكون في قمة تركيزه وكل حركاته بتطلع صح ومن غير مجهود أو تفكير. دي حالة ذهنية بيكون فيها الأداء هادي وموضوعي ومتحرر تماماً من أي تشويش بيعمله الخوف أو الطمع. طيب إزاي نوصل للحالة دي؟ الكتاب بيقول إن الموضوع كله قايم على 3 ركائز أساسية لازم نبني عليها عقليتنا. أولاً، نفكر بمنطق الاحتمالات. ثانياً، نتقبل فكرة المخاطرة بجد ومن قلبنا. وثالثاً، نتحكم في مشاعرنا. خلينا نتكلم شوية عن أول وأهم ركيزة: التفكير بالاحتمالات. ده معناه ببساطة إننا نفهم إن كل لحظة بنعيشها هي فريدة من نوعها، واللي حصل قبل كده مش لازم يتكرر تاني. لما بيكون عندنا ميزة أو خطة، ده مش ضمان للنجاح، ده مجرد احتمالية أعلى للنجاح. والنقطة الأهم بقى هي إننا نفصل الأنا بتاعتنا عن النتيجة. يعني لو تجربة فشلت ده مش معناه أنا فاشل، لأ، دي مجرد نتيجة واحدة في وسط تجارب كتير، ومش هي اللي بتحدد قيمتنا. ولما بنبدأ نفكر بالطريقة دي ونفصل نفسنا عن النتائج اللحظية، بنلاقي نفسنا بشكل تلقائي بدأنا نركز على الصورة الكبيرة، على الاتجاه العام. وهنا بنرجع للتشبيه الأساسي بتاعنا عشان نشوف ليه النظرة طويلة المدى دي هي أهم حاجة في الآخر. بصوا كده على الرسم البياني ده، شايفين كمية الطلوع والنزول دي هي الضوضاء اليومية اللي بتوترنا. لما بنركز قوي على كل تفصيلة صغيرة وكل خبطة، ده بيخلق جوانا خوف وقلق وشك، وبيخلينا ناخد قرارات متسرعة ممكن نندم عليها بعدين. لكن شوفوا بقى السحر اللي بيحصل لما نبعد بالصورة شوية ونبص على المدى الطويل. نفس الرسم البياني ده بيتحول فجأة لخط صاعد وواضح جداً. كل الضوضاء والتقلبات الصغيرة دي بتدوب وتختفي، والقصة الحقيقية للنمو هي اللي بتظهر. هي دي قوة تغيير المنظور. والكلام ده مش نظري خالص. في عالم الاستثمار الحقيقي بنشوف ثقة مستثمرين كبار في نمو شركات زي فوري.
صناديق سيادية ضخمة زي صندوق النرويج السيادي بتستثمر فيها للمدى البعيد. ليه؟ لأنهم مش باصين على سعر السهم طلع كام النهاردة، هم باصين على إمكانيات الشركة دي بعد سنين. هم بيراهنوا على الاتجاه العام مش على الضوضاء اليومية. ودلوقتي نوصل للحتة الأهم، إزاي ناخد نظرة المحلل الهادية دي ونطبقها على حياتنا إحنا؟ إزاي نبص لمستقبلنا بنفس الحكمة والهدوء ده؟ الرسالة النهائية ممكن تتلخص هنا: راقب حياتك بحكمة المحلل طويل الأمد، اعترف بالهبوط لكن ما تخليش عينك تروح أبداً عن الاتجاه العام. يعني إيه؟ يعني عادي جداً نعترف بالأيام الصعبة والانتكاسات، ده طبيعي، لكن الأهم إننا ما نسمحش للحظات دي إنها تعمينا عن الصورة الكبيرة، عن مسار النمو الطويل اللي إحنا فعلاً ماشيين فيه. وهنختم بسؤال مهم للتفكير: ما هو الاتجاه العام لحياتك؟ لو أخدنا خطوة لورا وبعيداً عن ضوضاء كل يوم وبصينا على الرحلة كلها من أولها لحد دلوقتي، يا ترى الاتجاه العام صاعد؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون هي البوصلة اللي هتوجه قراراتنا كلها بعد كده.